نبدأ هذا اللايف ونصلي ونسلم على خير الأنام. أويس الجزائري يقول: هل أنت مغربي أو موريتاني؟ أنا أريد أن أفهم بماذا سيفيدك ذلك إذا كنت مغربي أو موريتاني. ما فهمتش، ما لا أدري أش غيفيدك إذا كنت مغربي أو موريتاني، أو كنت مغربيا موريتانيا أم كنت موريتانيا مغربيا. ماذا سيفيدك؟ المغرب تلعب غدا في الليل 2 صباحا. حاضر المروك. سبحان الله العظيم. هذه قضية يبدو أنا ما صدقتها. هذه قضية المؤامرة في المؤامرة هذه ماتش الجزائر مع النمسا. ما عندي لا صداع لا والو. اللي كيسمع شي صداع راه صداع في راسو. لا شوفوا يا اخوة الكرام، شفتوا هذو التعليقات اللي هذا والله العظيم الكريم لا يحدث في شيئا. غير بعض المرات كنجاوبهم هكا يعني كيبقاو فيا. دابا هذو اللي كيبقاو فيا. دابا هذا اللي تيقول لك هل انت مغربي او موريتاني، انا فاهمه. انا حر يا اخي، انا حر ان اكون مغربيا او موريتانيا. قال جيت نسقسيك برك. يلا سيدي انا نقول لك انا مغربي يا سيدي. يلا هو هذا الصداع ما عرفت منين جاي دابا. واش حيت انا داير الشارجور؟ الله اعلم. يمكن الشارجور، انا حيت الشارجور شويه ولكن التليفون بدا يشارجي شويه. لا هذا صوت فعلا. هناك صوت مكيف يشتغل من برا اعتقد. مو عندي على كل حال. لان فاطمه كتقول ما كاين تصدع. وكاين شي وحدين عندهم السمع قوي جدا ربما. انا سامع ضجيج بعيد، وانا اعتقد انه الكمبريسور ديال الكليماتيزور. قال لك مسترزق، واش جاي نسترزق عند هلاك؟ ياسر يقول صوت ممتاز. عماد غير فاشة ساكت. صحيح صافي، ما غنسكتوش حنا، ما لنا عليها. ماشي ديما مغرب ان شاء الله. وغدا شوف غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله المباراة 2-1 للمغرب. 2-1 للمغرب. شفتوا هاد 2 هي اللي غيسجل المغرب، وها هي مضروبة على صدرهم 2-1. يلا شفت هاد الشيء هذا. أنا الآن يلا تفطنت لهذه الصورة. هذه الصورة تعبر عن النتيجة غدا إن شاء الله. 2 المغاربة و1 الهولنديين. هيا 2-1 على صدرو. هيا 2-1 على صدرو. يا رب إن شاء الله. أيوة نحن شوف هؤلاء هما كاع هؤلاء مسيئين. هاو الهولنديين، هاو الهولنديين. الرأي المغربي مرحبا. تفضل طلعوا يا أخوة الكرام اللي عنده شي رأي يقولوا لنا. هذو الهولنديين ما والله ما تمنيت فعلا إلا أن أراهم يعني نيفهم في الأرض. مسيئين.
فبالتالي أو محمد من الرباط كاين، وهو الشار الرأي المغربي هذا طلع لي هذا واحد قاعد السلام عليكم. وعليكم السلام. والنبي كابي طالب، تحياتي لك. مرحبا بك وسهلا. غير السابق طالب كلمات الاخوان اللي عنده الصداع، انا كان عندي الصداع ديال سميتو يخرج ويعاود يدخل، يمكن مع البدايه ديال اللايف كان شي مشكل، اللي كيسمع مازال داك الصداع بحال سميتو شي فرفاره ولا شي حاجه، غير يخرج ويعاود يدخل كيمشي داك الصداع. انا يبان لي ما كاينش صداع، انا ما سامع والو، الصوت عادي مزيان. الناس اللي دخلوا بكري اللي دخلوا بكري ما ايوا تفضلوا لنا. مرحبا. الرأي المغربي تفضل اذا كان عندكم. مرحبا استاذ ابي طالب، بخير، تمسلم عليك ومسلم على ضيوفك الكرام، الاخ انور، الاخ محمد، الاخ ام ار، وتحيه طيبه للاخوان كاملين. تبناتكم بخير استاذ ابي طالب، اشتقنا لك والى مساحاتك ولايفك. مرات يطلعوا لي فيديوهات شويه غايب على تيك توك، غير بعد محييك. ولكن قبل الحديث على مباراة المغرب وهولندا اللي إن شاء الله بإذن الله غتكون مباراة شيقة ومربوحة إن شاء الله بإذن الله. أولا لابد لنا يعني كمتابعين لهذه البطولة أخ محمد عندك مشكلة بإذن الله. مشكلة أخوة. أولا لابد لنا يعني متابعين لهذه البطولة. محمد عنده مشكل محمد خاصك تجيب شي كونت اخر، على الكونت ديالك فيه شي مشكل. نعم صحيح، نزلته معه. صحيح. قلت أستاذ أبي طالب على أنه كمتابعين لبطولة كأس العالم وكعشاق يعني لكرة القدم، وأيضا يعني كمصدومين حقيقة. أنا حقيقة الإخوة الكرام راني مصدوم. أنا في مباراة الجزائر والنمسا كنت أنتظر أن تنتقم الجزائر من فضيحة خيخون، لأنه الإخوة الكرام شهر أو يعني تقريبا أسبوعين ونحن يعني صدع الجزائريون رؤوسنا بأنهم سيتآرون من النمسا التي بكت الشعب الجزائري في فضيحة خيخون. الشعب الجزائري الإخوة الكرام بكى من التآمر الذي قامت به النمسا مع ألمانيا الشرقية، وكنا نعتقد على أنه بناء على ما يصدره الجزائريين أو ما يخرجه الجزائريين من أفواههم من شعارات باللي عندهم النيف والرجلة والشهامة وحنا وكذا، كنت أعتقد أنه فعلا سنشاهد مباراة قتالية يقاتل فيها الجزائر من أجل شرفه، وإذ بنا نصدم حقيقة بأن الجزائر أو المنتخب الجزائري باع شرف كرة القدم في فضيحة خيخون الثانية. ما كان حراما بالأمس صار اليوم حلالا، وشاركت فيه الجزائر أمام أنظار العالم، أمام ملايين المشاهدين. ما كان يبكي عليه الجزائري والجزائرية في أنه وقع التآمر وفضيحة خيخون وأنتجت الأفلام والوثائقيات على الغدر الذي تعرضت له الجزائر. ها هي اليوم الجزائر تشارك في هذه المهزلة وتقوم بنفس التواطؤ المخزي المدل أمام أنظار العالم ضد المنتخب الإيراني. تفضلوا أستاذ أبي طالب. للأسف عندي واحد التليفون غنجاوب عليهم بعد نكمل. أعتقد أنهم يفرون من إسبانيا، يقولها بكل صراحة، لأنه هنا بعض التعليقات فهم يعني يبدو أنهم يعني باين يفرون. وأعجبني في الحقيقة حديث للمدرب المغربي وهبي، قال نحن الفرق كلهم نفس الشيء عندنا، كل فريق نتعامل معه على أساس يعني من هو وما هو وما هي خصائصه، ولا يعنينا
وهذا كان قالوا قبل البرازيل، قبل ماتش البرازيل بكل اريحيه، وهذا يعني وهذا هو الفريق الصحيح. يا اخي الكريم، انت من قال لك ان افضل لك سويسرا من اسبانيا؟ أنا أظن أنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إلى ما زدعوكم هذوك راه باغي يزدعوكم الآخرين. تفضلوا يا أخوة الكرام. شوف السي أبي طالب، المشكل دابا حتى مع إيران الحليف، يعني هذا مع الله ما عقلوا عليهم. مساكن دابا بداك البيت ديال محرز طمعوهم، مساكن فرحوا الإيرانيين، لانه والله الا مازال هذا هو الاشكال. كون غير ما داروش داك البيت يخلوه جوج مقبوله، جات وسط الماتش. اما داك البيت الثالث عرفتي مساكن، ما عرفتش شتي الفيديوهات السي ابي طالب، الايرانيين يعني اصلا حنا هما مش حلفاء ديال المغرب، حنا مع ايران ما عندناش معها، هي عدو للدوله المغربيه. لكن غير حنا كنشوفوا انهم الايرانيين فرحوا زعما واخا داكشي اللي وقع عليهم ديال لي كونترول خاصهم يبقاو يمشيو للمكسيك، والمكسيك يجيو يلعبوا الماتش، يعني كان عليهم واحد الضغط. ومساكن فرحوا ملي شافوا داك البيت الجزائر، قالوا راه واقيلا راه سميتو راه غادي نطلعوا، غادي ندوزو. وفي الاخير شنو وقع للجزائر؟ كمساكن في هذيك اللحظه اللي كانوا كيحتفلوا بها وكفرحانين، كيبان لهم باللي المؤامره كامله الاركان كيتمارك البيت وكتوقع لهم النكسه مساكن. يعني صراحه واحد الوضع غريب ولا يستقيم. فيما يخص القضيه ديال اسبانيا، السي ابي طالب هما كيقول لك راه بغاو يديروا المسار ديال المغرب في 2022، وكون كانوا هما في قطر المغرب ما عمرو يدير هذاك المسار، ومن اللي غادي يديروه. انا كنظن ملي دزنا الدور الثاني تلاقينا اسبانيا. ياك الاخوان ذكروني ياك ما غلطت فاش دزنا اسبانيا كندا كل شيء هادشي. هذوك الادوار الثلاثه كنهضروا على الضوء. لا لقينا اسبانيا عند البرتغال. قلت لك كلهم دازوا اسبانيا، قلت لك البرتغال هي اللي هضرت عليها. يعني المباراه ديال الا انت كنتي باغي دير التراجي ديال المغرب، دير المسار ديال المغرب، والله خاصك هذه تزعم تلعب مع اسبانيا، تخرجها وتتبع عليه البرتغال وتكون في الاتجاه الصحيح. لكن للاسف راه كيبان باللي سميتو ما عرفت واش نقولوا الخوف رجله ولا نسميوه شي حاجه اخرى، الله اعلم. قال لك بغاو غير يمشوا بعيد مهما كان الثمن. إذا هم إذا قالوا هذا الكمال، يعني إذا قالوا هذا الكلام هذا يعني أنهم تواطؤوا. يعني ممكن تفضل. قلتها أستاذ أبي طالب، حييك وسمحوا لي الإخوة الكرام، على أنه أنت الجزائر تريد أن تتجاوز أو على الأقل أن تصل إلى المربع الذهبي مهما كان الثمن، حتى وإن باعت الجزائر يعني سمعتها أمام العالم، شرفها أمام العالم. لما نقولوا الشرف نتكلموا على شرف المواجهة، شرف اللاعب، شرف الرياضة، شرف كرة القدم. الجزائر باعته في هذه المباراة، باعته بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الجزائر اليوم لن يستطيع أن يتحدث مع عربي أو إفريقي أو مع العالم عن مبادئ كرة القدم، لأن الجزائر في مباراتها مع النمسا هي جزء من الفساد، ولطخت سمعتها في فضيحة خيخون الثانية. انت البارح كنت تقول لهم راهم تعداو عليك وحقروك وتآمروا عليك وتفاهموا عليك باش انت تإليميني. اليوم انت اتفقت مع هذاك اللي بكاك، اتفقت مع شكون؟ مع النمسا اللي بكاتك وبكات شعبك وأهانتكم. اتفقت معاهم ودرت يدك معاهم باش أنك فقط تكاليفي. وعلاش هذا الشيء كامل؟ خوفا من مواجهة إسبانيا. هل رأيتم منتخبا يخشى أن يواجه منتخبا آخر؟ وفي مواقع التواصل الاجتماعي نحن أقوى منتخب. في مواقع التواصل الاجتماعي احنا شواكر عندنا لجوار. في مواقع التواصل الاجتماعي احنا هما رقم واحد ما يقدر لنا. وفي الواقع خلوهم يماركونا
والتعادل باش ما نطيحوش مع. أنا أول مرة في حياتي أشاهد شعبا وجمهورا يفرح حينما تهتز شباكه. ويا ليت أنه هذا اللي سجل شي واحد براني. سجل عليكم من أبكاكم. أنا كنت نسمع الجزائريين قبل المباراة، هذه مباراة التعر أيها الإخوة، سنتعر لجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا الذين أبكتهم النمسا مع ألمانيا الشرقية في فضيحة خيخون. وإذ بنا نرى أن أحفادهم يضعون يدهم في يد النمساويين، في يد شكون؟ في يد شواكرهم كما يسموهم بالدارجة الجزائرية. الجزائري وضع يده في يد شواكرهم في فضيحة خيخون باش أنه يتكالف، باش أنه ما يطيحش مع اسبانيا في فضيحة. تصوروا معي حتى حساب الفيفا على منصة تويتر وصف المباراة بأنها سينما. لم يجد حساب الفيفا أي كلمة أخرى يصف بها هذه المهزلة، هذه المسرحية، هذه الأكذوبة التي لعبت أمام أنظار العالم سوى بكلمة سينما. ونزيدكم من الشعر بيتا. حفيظ الدراجي الذي كان يتشدق بالنزاهة وطالب الجزائريين بجملته الشهيرة: عودوا إلى الجزائر، لا نريد شيئا من كأس إفريقيا لأنها فيها الكولسة والجوسسة والعوسسة ونقجع وموتسيبي والقاف. خرج بتغريدة قال فيها: لا يهم كيف، المهم أننا تكاليفين. حفيظ الدراجي أصبح يبرر للفساد الكروي، أصبح يبرر للمهازل وللفضيحة أمام العالم. صحفي كان يتشدق في السابق ويهاجم المغرب ويهاجم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويهاجم الدول، اليوم يطبل ويبرر للجزائر أن تلطخت يده بفساد كرة القدم في فضيحة خيخون الثانية أمام أنظار العالم. ويشاء ربكم خالق السماوات والأرض. تبلوا على المغرب، هاجموا المغرب، ادعوا بطلانا وكذبا وزورا على المغرب، وها نحن نرى كيف أن فضيحتهم أمام أنظار العالم في أكبر محفل كروي يتابعه الملايين. الصحافة الآن تتكلم، العالم يتكلم. الآن ما حدث في مباراة النمسا والجزائر ترند على مستوى العالم. الإخوة الكرام، فضيحة. الجزائريين وضعوا يدهم مع شواكرهم الذين أبكوهم في فضيحة خيخون الأولى، وانخرطوا في فضيحة خيخون الثانية ضد إيران. والصحافة الإيرانية وصفت الجزائر بأنها الجزائر الشيطانية تتآمر على إيران العظيمة. وأعتقد الإخوة الكرام على أنه من بعد اليوم أو من بعد هذه المباراة لا يحق لأي جزائري أن يفتح فمه وأن يتحدث عن الفساد الكروي والتلاعب بالنتائج وعن التبون وشنقريحة. هبط علينا هذا لأنه ما يقدرش يواجه. الجزائري ضعيف. الجزائري اليوم أيها الإخوة والأخوات ضعيف جدا، لا يملك من سلاح المواجهة سوى السب والشتم. لا يستطيع أن يبرر كيف أن أحفاد الجزائريين وضعوا يدهم مع شواكرهم الذين أبكوا جداتهم وأمهاتهم في فضيحة خيخون الأولى. أنا لما كنت نسمع الجزائريين يتشدقوا بشعارات الرجولة والشهامة ونحن وسنطأر، وإذ بي أرى أن الجزائر انبطحت. الجزائر باعت شرفها وضميرها في بطولة كأس العالم 2026 أمام أنظار الكاميرات الدولية وأمام الصحافة العالمية وأمام الجماهير الكروية العالمية. من اليوم فصاعدا
لم تعد أو لم يعد لأي جزائري وجه ليقابل به سواء الأفارقة أو الجماهير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والعالم. تبلع يا الجزائري، تبلع. منتخب مكالفي بفساد كروي، منتخب الجزائر مكلفي بفضيحة مدوية هزت العالم وهزت كأس العالم، منتخب مكلفي بالحرام وليس حلال، لأن هناك منتخب آخر اسمه إيران ظلم أيها الإخوة الكرام. ما يشعر به الإيرانيون اليوم لما نتكلم على إيران، نحن نتكلم عن كرة القدم بعيدا عن المواضيع السياسية. الشعب الإيراني عاشق لكرة القدم، ويجب أن نكون منصفين. إذا كانوا الجزائريين بكاو في فضيحة خيخون الأولى، إذا كانوا الجزائريات درفن الدموع في فضيحة خيخون الأولى، فإن الإيرانيين اليوم والإيرانيات يصفون الجزائر بأنها الجزائر الشيطانية تآمرت مع النصرانيين ضد منتخب مسلم لم ينهزم، قدم الكثير من أجل أن يتأهل، ولكن وضعوا ثقتهم في من عرف عبر التاريخ بأنه يتباكى على الشرف، يتباكى أو يتشدق بالرجولة، يتشدق بالكرامة، يتشدق بالروح الرياضية. وها هو اليوم أيها الإخوة والأخوات يبيعونها أمام أنظار العالم. ويجب أن نكون منصفين على أن الإيرانيين اليوم يعيشون نفس الأسى والحزن الذي عاشه الجزائريون في فضيحة خيخون الأولى حينما تآمرت ألمانيا الشرقية مع النمسا. وما يجعل الأمر مهزلة على أن الجزائري ليست لديه أي مشكلة في أن يضع يده مع شواكرهم الذين أهانوهم وأدلوهم وأقصوهم واحتقروهم في فضيحة خيخون الأولى، ألا وهي النمسا. وما أدراك ما النمسا. إذن أيها الإخوة الكرام، حساب الفيفا وصف المباراة بأنها سينما، وهي فعلا سينما. حفيظ الدراجي من اليوم سقطت أخلاقه ومبادئه ومصداقيته. اليوم خرج في تدوينة يبرر فيها أنه لا مشكلة في الطريقة، المهم هو أننا مررنا إلى الدور الآخر. فمبروك عليكم أنكم بعتوا شرفكم، مبروك عليكم الفضيحة، مبروك عليكم أنكم تأهلتوا بفضيحة، مبروك عليكم أنكم تأهلتوا بتأهل حرام في مبادئ كرة القدم. تحية طيبة واسمحوا لي على الإطالة.